شارك الأستاذ محمد علي بولتي ده أخصائي في الأمراض اللامؤدية في المركز الطبي الجامعي حنا عاصمة جمينة اللي بيسموه رينيسانس في واحد دورة تدريبية عن المدربين حول الوقاية من الأمراض اللامؤدية في سياق ما بعد الكوارث اللي كان نظموها في أنقرة في جمهورية تركيا في الفترة من يوم 24 إلى يوم 28 نوفمبر 2025. نظمت الدورة دي منظمة المؤتمر الإسلامي ووزارة التعاون التركية، وجمعت المهنيين من عدة بلدان بهدف تعزيز قدرات حقهم في مجال الحد من المخاطر والنظافة والحماية من الأمراض اللامؤدية بعد الكوارث. واحد نزاع بقى حول تدمير الزراعة وأدى إلى مقتل واحد شخص وإصابة أخرى بجروح خطيرة، ده في يوم 28 نوفمبر 2025 بعشية في بياما في مقاطعة بودو. ووفقا للمصادر الأمنية بكون الحادث ده بقي بعد ما دخل محمد جبرين ده الرائي بقر حقه في زري هنا نودو كويمباي كريستيان، وتوالي المزاري ده قتل للرائي، والمزاري كمان أصاب بجروح خطيرة. قام الجنرال دي ديفيزيون إساخا كوتي ياخوب نائب الأخيط عن القوات الحرس الوطني في يوم 29 نوفمبر 2025 بتنصيب عن القائد الجديد للمجموعة رقم 3 من القوات الحرس الوطني في مدينة كانم. الجنرال سوغر جدو يخلفه للجنرال عبد الله بردغان ديبي الكان شغال في منصب حقه منذ 3 سنوات. وحضر في الحفلة دي المسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليديين وممثلين عن المجتمع المدني. تم إعلان عن الفائزين في الدورة 18 من المسابقات اللي بسموها أنجام في. فاز جيتسونا في الفئة المواهب الشابة، وفاز اندوميش كاجيبي في فئة الهيب هوب، وفاز أيضا فرقة يلداري بجائزة الموسيقى العالمية، وفاز زكريا بجائزة الموسيقى الشرقية. وأخيرا الصفحة رقم 5 توفيت وزيرة تشاد السابقة مادلين ألينجي المعروفة بسرامتها، وحس المرحوف بالخدمة العامة وتألق حقها الراسخ بالمادة الجمهورية يوم السبت 29 نوفمبر 2025 في باريس عاصمة فرنسا، ده بعد ما أصابها مرض. تشات انفو لقيت خبر من مصادر عائلية كانت تبلغ من العمر 60 سنة. ولدت أديلين ألينجي في يوم 11 سبتمبر 1965 في عائلة كبيرة، وهي بنت لجان ألينجي بايوو السياسي والدبلوماسي ورئيس وزراء تشاد السابق. منذ صغر حقها ورثت بيئة تعتبر الانضباط والتمييز والاحترام القيم العامة عقيدة عائلية.